ويا صباح الخير ويا مساء الخير بكل وقت تشوفون بي فيديو مبدعة في الأكل. واليوم عندنا الدولمة العراقية الأصيلة ويا هاي المواد البسيطة. هنا أنا عندي الشبنت مع الكرفس مع السلق اللي احنا نسميه، وبعد ما أعرف باقي الدول شو يسمونه، يا ريت تكتبون لنا بالتعليقات. اللحم المفروم مع الشجر أو الكوسة مع الفلفل مع الباذنجان أو الباذنجان مع الطماطة والبصل والرز واللية والمعجون والثوم، وهاي المواد قدامكم كليتها. قطعت البصل وتقطيع يعني متوسط مع هذا الشبنت والكرفس، قطعتهم راح أضيفهم فوق الرز، والطماطة قطعتها، وهذا الحشو اللي طلعته من الباذنجان والكوسة قطعته أيضا أضيفه يعطي نكهة إضافية. البصل والثوم قطعته تقطيع مو كلش ناعم، نقول متوسط، وهاي اللي قطعتها بالسكين وضفتها. وهنا أنا عندي لحم مفروم، تحبون لحم مفروم تحبون لحم شرح وتقطعونه بالسكين يكون بعد أطيب. المتوفر عندي سويته ملعقة معجون الفلفل إذا متوفرة عندكم خلوها، وملعقة معجون طماطة خليت، ملعقة أكل كبيرة ليمون دوزي، ملعقة أكل كبيرة ملح وفلفل أسود وكاري. لإضافة الدهن، وإحنا نحب الدولمة تكون دهينة، خليت لها زيت. هنا أنا عندي القليل من دبس الرمان خليت، لأن أنا عندي خالة كمية، والدولمة ما تحب مو مثل ورق العنب تحب هواية كثرة الدبس الرمان. وقلبت المواد كليتها. دائما نهاية الجدر أخلي العضود مالت السلق حتى ما تكون اللجعة قوية مال الخضروات. أضيف الخضروات بالبداية، الشجر على أو الكوسة على الباذنجان والفلفل والبصل، وأحشيهم، ما أكثر الحشوة بيهم هواية، أخلي حشوة قليلة حتى الرز ياخذ راحته بالنثر. هنا عندنا السلق كان الحجم مالته كبير، قطعته، ما أحب الدولمة تكون حجمها كلش كبير، فقطعته بهذه الطريقة وحضرته حتى أبدي أحشي بيه يكون سهل علي بالحشوة. هاي حشيتها. بعد ما كملت كل الخضروات أخلي السلق لي فوق، لأن السلق بسرعة يستوي. وهاي الدولمة خلصت. والدولمة دائما حالاتها بتعبها وبشغلها. خليتها. هنا عندنا شوية مي، راح أضيف عليها ملعقة معجون كبيرة، وأني أحب الدولمة تكون حمرة، ما أحبها تكون صفرة. هاي عندي القليل من الليمون دوزي أو ملح الليمون، هنا القليل من الملح أيضا، وحسب الذوق. العضود مال السلك خليتها لي فوق حتى تلزم الدولمة عندنا شوية. وراح أضيف الكمية مال مي، أضيف شوية شوية ما أضيف هواية. وبأي إناء أو أي ثقل عندكم تحبون تخلونه فوق الدولمة أخليه وأضغط عليه حتى أشوف نسبة المي. إحنا بهاي الحالة إحنا خالين الدولمة فوق النار حتى الخضروات تبدي تفرز المي الموجود بيها، وأضيف القليل من المي. شوفوا ما أخليه هواية مي، لأن الخضروات راح تعطي مي هواية نسبة. شفتها بأنه كافية كمية المي وخليتها على النار، وأحلى ما يكون هذا الصوت من نسمعه يخبل. وهنا انتهت الدولمة مالتنا، وسهمكم العافية إن شاء الله، مع ألف سلامة.